طيب نقول الأول وضع الميزان لشهر سبتمبر، وبعدين نخش نتكلم بقى عن الخسوف لكل الأبراج، لكل برج لوحده ايه ظروفه، ايه موضوعه، الخسوف ده هيعدي عليه ازاي، ظروفه هتبقى عاملة ازاي. نبدأ بالميزان ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. توقعات برج الميزان لشهر سبتمبر أيلول. بينقسم التوقعات إلى برجين. الجزء الأول لغاية 23 سبتمبر، 22 بالظبط، 23 لغاية آخر الشهر ده الجزء الثاني. الجزء الأولاني الشمس هتبقى من درجة 4 لغاية الدرجة 17 في برج العذراء، بيتك ال 12 أيها الميزان، منزلة العوة الممتزجة، نطاق الدرجات من 4 ل 17 في برج العذراء. بالنسبة لك أيها الميزان، بداية سبتمبر بتبدأ بطاقة هادية من بره لكن عميقة جدا من جوه، وده لأن الشمس موجودة في البيت ال 12، بيت الأمور المخفية، بيت العزلة، بيت الأسرار، بيت الأعباء اللي بتتعمل من ورا الكواليس، بيت الحاجات اللي أحيانا بنهرب من مواجهتها أو بنأجلها. وجود الشمس في برج العذراء بيخليك تدخل في مرحلة مراجعة داخلية قوية، تبدأ تسأل نفسك عن حاجات كتير جدا كنت سايبها من غير إجابة، وعن علاقات أو التزامات أو مخاوف كانت بتستهلك منك طاقة كبيرة من غير ما تاخد بالك. ومع مرور الشمس في منزلة العو، أول منازل الأمر اللي هي من الدرجة 4 للدرجة 17 في برج العذراء، التأثير ده بيكون مزدوج من ناحية إن في فرصة كبيرة للتنظيف، فرصة كبيرة إنك تنظف نفسك من الداخل، ترتب الفوضى اللي عندك الداخلية، ومن ناحية تانية ممكن تظهر لك حاجات قديمة أو مشاعر أنت كنت فاكر إنها انتهت لكن بتشتغل تاني جواك. العوة هنا بتشتغل كمرحلة كشف هادئة، مش بالضرورة الأحداث تكون صاخبة وضوضاء، لكن اللي بيحصل حواليك ممكن يكون أعمق بكتير من اللي الناس شايفاه. ممكن تحتاج تقلل اختلاطك شوية مع الناس، ممكن تحتاج تشتغل في هدوء، هيبقى مناسب جدا لك الهدوء. ده شهر بيمر على كل الأبراج أيها الميزان، مش انت لوحدك، أي حد قبل عيد ميلاده بشهر بيبقى فاقد للطاقة، فاقد للحيوية. أنا بنصحه أن في فترة الشهر دي اللي هي تسبق عيد الميلاد احنا نخطط ونفكر ونرتب لغاية لما الشمس تبدأ تخش برج الإنسان زي الميزان كده، بتنقلب الأمور رأسا على عقب لصالح الميزان. لكن الفترة الأولانية من الشهر هادية جدا. ممكن تحس بأن خططك متراجعة شوية عن عيون الآخرين، ده مش معناه ضعف أو تراجع، بالعكس ده تجهيز قبل حركة جديدة هتجيلك. والأهم إن الشمس هنا هي حاكمة بيتك ال11 أيها الميزان، لأن الأسد يعتبر هو بيتك ال11 يعني. طيب حاكم البيت ال11 هو موجود اللي هو بيت الأصدقاء ال11، وبيت الداعمين، وبيت المكاسب الناتجة عن المجهود، وبيت تحقيق الأهداف، وبيت الشلل والمجموعات، شكرا للتحية، وبيت الطموحات المستقبلية. وجود حاكم ال11 في البيت ال12 ده ممكن يخلي بعض المكاسب أو الفرص اللي بتيجي من ورا الكواليس أو عن طريق شخص بيساعدك من غير انت ما تكون، من غير هو ما يكون ظاهر بشكل مباشر. وفي المقابل انت ممكن تكتشف ان علاقة اجتماعية معينة كانت بتستنزفك، وان في بعض الطموحات اللي هي محتاجة اعادة صياغة قبل ما تعلن عنها. اما العذراء البرج اللي الشمس موجودة فيه، فحاكم العذراء هو عطارد، وعطارد بالنسبة لك أيها الميزان بيحكم بيتك التاسع وال12. طيب ايه اللي يحصل بقى؟ بالتالي حاكم البرج اللي فيه الشمس مرتبط بالبيت اللي الشمس موجودة فيه أصلا. طيب وده بيقوي بقى موضوعات التفكير الداخلي، وده بيقوي موضوعات السفر والدراسة، بيقوي موضوعات المعتقدات والرؤية الفكرية، وبيخلي الفترة مناسبة جدا لمراجعة
قناعات وخططك البعيدة. أما الزهرة هي حاكمة الميزان، فهي تمثل شخصيتك وطريقتك في التعامل مع الحياة والعلاقات، وعلاقتها بالشمس خلال الشهر ده بتحدد مدى قدرتك على تحويل المراجعة الداخلية إلى قرارات واقعية، بس على مية بيضة. التأثير الكلي هنا بيقول إنك أنت مش مطلوب منك إنك تستعجل الظهور أو النتائج. الأول لازم تعرف إيه اللي هيستهلكك من الداخل، وبعدين إيه اللي لازم تقفله، وإيه اللي أنت محتاج تعالج في هدوء. الشمس في البيت ال12 بتشتغل على تنظيف المسرح وتهيئة المسرح. شكرا للتحية. يعني العملية عملية تنظيف المسرح قبل بداية الحفلة، قبل بداية مرحلة جديدة. الشمس لما هتتنقل من العوة للسماك، يعني هتتنقل من الدرجة اللي قبل 17 للدرجة 17 لغاية 30 في العذراء، يعني ده النص التاني. البيت ال12 منزلة السماك، منزلة سمعتها مش طيبة، اللي هي نطاقها من 17 إلى 30. مع وصول الشمس في النصف الثاني من شهر سبتمبر من العذراء ودخولها منزلة السماك زي ما قلت من 17 ل 30، بتدخل مرحلة أكثر حساسية وأكثر عمقا بالنسبة لك أيها الميزان، ولأن الشمس هنا بتقرب من نهاية رحلتها في البيت ال12، وبالتالي الملفات اللي كانت مستخبية أو مؤجلة ممكن تبدأ تظهر بشكل أوضح. منزلة السماك بطبيعتها النحسة في تقسيم المنازل القمرية بتخلي المرحلة دي محتاجة حذر وصبر، خصوصا لو فيه ضغط نفسي أو إرهاق أو علاقة سرية أو مسؤولية بتتحملها لوحدك. ممكن تحس إنك أنت محتاج تبعد شوية عن بعض الناس، أو إنك مش قادر تشرح كل اللي جواك بسهولة أو تبوح عنه، لكن ده جزء من عملية المراجعة. منزلة السماك مش معناها إن كل حاجة سيئة، لكن معناها إن الأمور الضعيفة بتظهر على السطح عشان تتصلح، والأبواب اللي استنفذت من غرضها ممكن تبدأ تقفلها تدريجيا. عشان كده الأفضل لك أيها الميزان إنك أنت ما تقاومش التغيير الداخلي، وما تحاولش تجبر نفسك على الاستمرار في حاجة أنت عارف إنها خلاص استهلكت. وبما أن الشمس بقى هي حاكمة البيت ال11، فممكن تظهر لنا مراجعة قوية لعلاقاتك الاجتماعية أو طموحاتك المستقبلية. مين فعلا بيدعمك أيها الميزان؟ مين مجرد موجود وخلاص؟ ايه الأهداف اللي انت لسه تستحق انك انت تسعى ليها؟ وفي نفس الوقت عطارد حاكم العذراء وحاكم البيت ال12 بيحكم كمان البيت التاسع اللي هو الجوازات، فممكن يكون في تغيير عميق في طريقة تفكيرك أو قناعاتك أو ثقافتك أو نظرتك للمستقبل. أما الزهرة فينوس حاكمة برجك أيها الميزان وحاكمة البيت الثامن كمان، فالآن ده الطول موجود في البيت الثامن، فده هيضيف طبقة مهمة جدا. جزء من المراجعة الداخلية ممكن يكون مرتبط بالأمان العاطفي أو الأموال المشتركة أو الثقة أو التعلق أو الخوف من فقدان السيطرة على الشريك. العلاقة ما بين الزهرة والشمس بتقول إن أي تغيير داخلي لازم ينعكس في النهاية على طريقة تعاملك مع العلاقات والشراكات والموارد كمان المشتركة، يعني الفلوس الأخرى. الصورة العامة للنص التاني من شهر سبتمبر إنك بتقفل فصل من الداخل قبل ما تفتح فصل جديد في حياتك الخارجية أيها الميزان. وبالتالي لو حصلت فترة هدوء أو انسحاب أو تأخير، تعتبر دي بالضرورة هتعمل عملية تعطيل.
ممكن كمان تكون مرحلة إعادة شحن، ممكن كمان إعادة ترتيب، خصوصا إن الشمس خلاص هتقرب تخرج من البيت ال 12 وتبدأ انت يا معلم دورة جديدة على اعلى مستوى من شخصيتك وحضورك. القسم الثاني اللي هيبقى من 23 سبتمبر لغاية 30 سبتمبر الشمس هتكون في الدرجة 1 12 للميزان، ده بيتك الاولاني، يعني منزلة الغفر السعيدة، يعني اللي نطاق درجتها من 1 ل 12 ميزان. عايز اقول لك انه من يوم 23 لاخر الشهر او يعني لما بعد الشهر كمان المشهد بيتغير بشكل واضح جدا، لان الشمس بتخرج من البيت ال 12 وتخش في بيتك الاولاني، بيت النفس. طيب هنا بقى النور اللي كان مستخبي ورا الكواليس هيبدأ يظهر على المسرح زي ما قلت لك، بعد أسابيع من العزلة، أسابيع من المراجعة، أسابيع من التنظيف الداخلي، هترجع الرغبة في الظهور، وهترجع الرغبة في الحركة، وهترجع الرغبة في اتخاذ القرارات، وهترجع الرغبة في استعادة السيطرة على اتجاه حياتك. والأجمل إن الشمس هتدخل منزلة الغفر السعيدة من الدرجة 1 ل 12 ميزان، فالتغيير هنا بيجي بطاقة لطيفة وأكثر انفتاحا. منزلة الغفر مرتبطة بالتيسير، مرتبطة بإزالة العوائق، وبالتالي أنت ممكن تحس إن في حاجات كانت واقفة بدأت تتحرك، وإنك أنت قادر تتكلم عن نفسك بشكل أوضح وتطلب اللي أنت محتاجه من غير الإحساس القديم بالتردد. وجود الشمس في طلعك أيها الميزان بيرفع مستوى الحضور والثقة والاهتمام بالشكل العام. طيب ماشي، ده شيء جميل وكويس، والصورة الشخصية كمان، وبيخليك أكثر استعدادا إنك أنت تبدأ صفحة جديدة بدل ما تفضل متعلق في أحداث الماضي. الشمس هنا هي حاكمة البيت ال11 زي ما قلت لك، وبالتالي وجودها عندك في بيتك في البيت الأولاني بيربط شخصيتك بشكل مباشر بطموحاتك المستقبلية وبأصدقائك وبالداعمين ليك وبالمكاسب اللي ممكن تحصل عليها نتيجة مجهوداتك. ممكن كمان شخص من الدايرة الاجتماعية بتاعتك يفتح لك باب مهم جدا أو يظهر هدف جديد يخليك تعيد تعريف اتجاهك الشخصي. وفي نفس الوقت حاكم الميزان اللي هو الزهرة فينوس، والزهرة هي حاكمة طالعك أيضا أيها الميزان وحاكمة البيت الثامن كمان، وبالتالي وجود الشمس في برج الميزان بيخلي العلاقة بين الشمس وبين الزهرة شديدة الأهمية. الشمس بتسلط الضوء على هويتك وشخصيتك، والزهرة بتحدد طريقة تعبيرك عن نفسك. البيت الثامن اللي بتحكمه الزهرة اللي هي الثور بيضيف موضوعات الثقة وموضوعات المال المشترك والتحولات العميقة والأسرار والفلوس المجمدة، فممكن نهاية الشهر تحمل قرارا شخصيا له تأثير على علاقة أو شراكة مالية أو عاطفية. وبعد كل المراجعة اللي حصلت في البيت ال12 منزلة الغفر بتقول ان الوقت ده بدأ يسمح لك تتحرك بدل ما تفضل بتحلل التأثير وخلاص. اما التأثير الكلي لشهر سبتمبر الشهر كله عليك ايها الميزان هيبدأ من الداخل وينتهي بعودة الضوء اليك انت. العوة اللي هي المنزلة يعني فتحت باب المراجعة والتنظيف، والسماك اللي هي منزلة السماك يعني واجهتك بالحاجات اللي هي محتاجة نهاية أو إصلاح. ثم منزلة الغفر السعيدة بتعيد لك طاقة أكثر صفاء أكثر ثقة، وكأن الشهر كله كان رحلة من الاختفاء المؤقت إلى الظهور من جديد على مدار سنة كاملة، ومن التخلص من الأعباء القديمة إلى استعادة حضورك وقدرتك على تحديد الطريق اللي انت عايز تكمل فيه. تحياتي لكل مواليد برج الميزان وأتمنى لهم شهر سعيد.